في واحد بيشتغل جاسوس مع الصهيونية، وكان يسرق أسرار بلده ويعطيه للصهيون. بس كان هذا الرجال مقيم مع أخوه المتزوج في البيت. بيوم من الأيام زوجة أخوه نظفت غرفته وشافت أوراق سرية. لما قرأته عرفت إنه أخوه زوجها جاسوس للصهيون. راحت لعنده قالت: أنت واحد جاسوس، بتفيع عليك، اطلع من بيتنا. الشاب حكى مع الضابط الصهيوني، قال: في واحد شك بأمري، شو أساوي؟ الضابط قال: اقتلها أحسن ما يحسوا عليك كل الناس. الشاب قال: ماشي، وراح قتل زوجة أخوه وقتل أولادها. الشاب قال: مشي حال، قتلتها. قال: هلا روح افتح الغاز حتى يقولوا هدول ميتين خنق. الرجال قال: ماشي، ونفذ العملية. لما اجى جوزها وشاف الجريمة بلغ الشرطة. لما الشرطة بحثوا بالموضوع قال: هدول ميتين لحالهم. لما فتشوا البيت شافوا أوراق صهيونية. فلما بحثوا بالموضوع عرفوا إنه أخوه واحد جاسوس. فلما واجهوه بالدليل قال: صح، أنا قتلتها لأني كشفتني. قالوا: هي امرأة شهيدة لأني دافعت عن الوطن. عاد لما يجي طالب ذكي على الصف: يا طلاب، هذا الطالب كتير شاطر وكتير ذكي، ديروا بالكم عليه. طالب شاطر؟ خليني اضرب معه صاحبي حتى ينقل لي الامتحان. مرحبا، انا اسمي عبد الله والاول على المدرسه. الاول على المدرسه معناها انا وياك رح نكون اصدقاء. طبعا ان شاء الله بشرفني هذا الشيء. بس كلمة بدي اسالك، بدرس الانجليزي في سؤال ما حليته، حل لي اياه. ماشي تكرم، بس مو هلا، على الصرفه. يا طلاب سكوت، اليوم رح اوزع نتيجه الامتحانات. لازم ممكن سؤال؟ تفضل يا ابني. استاذ، هذا الطالب كثير ذكي، بدي اضرب معه صحبه، لا تدخل نتيجه الامتحان لحتى ما يزعل مني. ماشي يا ابني، خلاص عندي. الله بحيي اصلك يا استاذ. الطالب عبد الله عمر 3%. 3% وعم تقول لي الاول على الصف؟ استاذ الله يسود وجهك، بس عادي فضحتنا. في رجال كثير حكيم وزعيم الضيعه، كان في عنده سوبر ماركت صغير بيشتغل فيه. بيوم من الايام فتح محله، شاف المحل مسروق. قال لعمي: شو سرقوا المحل ومفتاح انا فتحته بايدي؟ فلما فحص الباب شاف ما في شيء مكسور. فلما شاف الشباك شافوا كلهم مسكرين. قال لعم: هذا شلون سرقني؟ هلا اذا خبرت اهل الضيعه بيقولوا على اساس انت حكيم ما بتعرف كيف سرقوك. قال: احسن شيء ما خبر حدا. راح لعند زوجته قال: سرقوا دكانتي وما بعرف كيف سرقوه. فالزوجة قالت: لا تخبر حدا نهائيا لحتى ما يضحكوا علينا، وانا كمان ما بدي خبر حدا. الزوجة قال: ماشي حبيبتي. وبيوم التاني راح اشترى بضاعة وحطه في المحل. بعد كم يوم اجى لعنده واحد قال: سمعت محلك مسروق، مين سرقه؟ صاحب الدكان كمشه قال: انت الحرامي، انا ما خبرت حدا، انت كيف عرفت؟ الرجال قال: عمو والله انا كنت محتاج كثير. الرجال قال: انا مسامحك، بس قال لي كيف سرقته؟ الحرامي قال: خلي المتابعين يكتبوا بالتعليقات كيف سرقته، لا باب مكسور ولا شباك مفتوح. في واحد عمره 60 سنة وعنده ولد وحيد، بس ابنه كان حرامي وكان في السجن. فالاب بعت رسالة لابنه قال: يا ابني، اتمنيت تكون جنبي هلا لحتى تساعدني بشغل الارض، لاني بدي ازرعها وما في حدا يساعدني. فبعد كم يوم ابنه شاف الرسالة وبعت له رسالة تانية، قال: يا بابا، انت لا تزرع الارض نهائيا لاني مخبي فيها اثار، لما اطلع من السجن بجي بساعدك. اعطى رسالة للشرطي لحتى يوديه لابوه. بس الشرطي فتح الرسالة وشاف الرسالة انه في بارضه اثار. حكى مع الشرطة وراحوا فرقوا المداهمة وحفروا الارض كلياتها. فلما ما شافوا شيء رجعوا على المخفر. بعد كم يوم الاب بعت رسالة ثانية لابوه قال: يا بابا، انا حسنت اساعدك بهي الطريقة، بس ان شاء الله يكون عجبك. فالاب قال: نعم يا ابني، الحمد لله زرعنا الارض وزرعناها بطاطا. عادي. في واحد عم يمشي بالشارع كبوا على وشه مي اسيد، فالرجال احترق وشه وصار اعمى. لما اجوا الشرطة واخذوه على المشفى وحققوا معه ما عرفوا مين هو الفاعل، فسجلوا قضية ضد مجهول. لما رجع على البيت وصار اعمى صار يسمع اصوات غريبة في البيت، خاف كثير وبلغ اهله وقال: انا عم بسمع اصوات غريبة وانا خايف. اخواته قالوا: انت سويت عملية خطيرة واكيد عم تحلم. فثاني يوم الرجال سمع نفس الصوت فسجل الصوت بتليفونه، بعت الصوت لاخوه قال: شوف هذا الصوت. اخوه شافه قال: اخي، هذا واحد غريب في البيت. فاخوه قال: تعال بسرعة، هو عنا من البيت معناها. فاخوه الثاني رجع بسرعة على البيت، شاف زوجته جايبة حبيبها على البيت، كمش زوجة اخوه كمش حبيبها وسلمهم للشرطة. فالشرطة قالوا: اعترفوا، شو سويتوا؟ حبيبها قال: صراحة نحن بنحب بعض من زمان. الشرطة قالوا: معناها اعترف لي كيف حرقت وجه زوجها بالاسيد. حبيبها قال: كيف عرفتوا انا سويت هيك؟ قالوا: انت المستفيد الوحيد بالموضوع. عادي. في واحد متزوج فات على بيته شاف زوجته عم تخونه، فكمش حبيبها وصار يضربه. فبعد ما سيطر عليه قال لزوجته: جيبي لي حبلة لحتى اربطه. فزوجته قالت: ماشي. راحت جابت سكينة وطعنت زوجها بظهره. زوجها اكل ضربة ومات. فحبيبها قال: يعطيك العافية حبيبتي. فالزوجة قالت: شو بدي اسوي هلا بجثة جوزي؟
حبيبها قال لا تخافي، انت انقذتيني وانا هلا بدي انقذك. فالبنت قالت ماشي، شو نساوي؟ حبيبها قال روحوا جيبي مواد تنظيف لحتى نخفي الجثة. البنت قالت ماشي وراحت. بهي اللحظة حبيبها فتح الباب وهرب. لما الزوجة رجعت شافت انه حبيبها هربان وزوجها مايت. عرفت انه هي خاينة وغدرت بزوجها كمان. حكت مع الشرطة، قال تعالوا بسرعة حبيبي قتل زوجي. فلما اجوا الشرطة قالوا جوزك مطعون بظهره، انت اللي قتلتي مو حبيبك. فقالت بصراحة انا قتلته بس حبيت اتهم حبيبي. عادي. في واحد بدرس بكالوريا في الجامعة، كان في عنده استاذ الجامعة كتير ذكي وكتير موهوب. بس بيوم من الايام استاذ الجامعة حب ينصب على هذا الطالب. راح لعنده قال يا ابني شو رايك اسألك سؤال وتسألني سؤال؟ فالطالب قال ماشي استاذ. بس الاستاذ قال يا ابني بس اذا انا ما عرفت السؤال بعطيك $500، بس اذا انت ما عرفت السؤال تعطيني $5. الطالب قال ماشي استاذ انا موافق. الاستاذ قال يا ابني كم عدد ذرات الشمس؟ فالطالب قال استاذ ما بعرف هي $5. الطالب قال استاذ اجا دوري، ما هو عدد سكان الفضاء؟ الاستاذ فكر قال والله ما بعرف واعطاه $500. الاستاذ رد وسأله قال يا ابني ما هو عدد سكان الفضاء؟ الطالب قال استاذ ما بعرف هي $5. من وقتها الاستاذ بطل المصلحة وفتح محل لحمة وصار يشوي لحمة وبيع كباب. لما تندمج مع فيلم بتحبه. بابا بس وطي صوت شوي عم اتفرج على الفيلم تبعي. ماشي يا ابني. لا البطل مات. وين تليفوني؟ لك وين تليفوني؟ على شو عم تدور يا ابني؟ بابا عم تدور على تليفوني، شفتوا شي؟ لا حول الله، بس طلع تحت الطاولة. ماشي بابا. ما في شي. عجب كان هون؟ كان هون. ابني ندور عليه فوق الخزانة. ماشي بابا هو هيك. لك ما لقيت شي، كمان لك هو وقع منك في الشارع، روح دور عليه روح. ماشي بابا. لك وينه هذا يا الله؟ بابا دورت كل الحارات ما لقيت شي. لك يا ابني انت قديشك غبي؟ ابو لك ايه والله يا زلمه، اكيد نسيانه عند رفيقي، رايح لعنده اجيبه. يخرب بيت غبائك. عادي. اكتبوا لنا بالتعليقات اسم فيلم بتحبه. في واحد بيشتغل تهريب البشر. بيوم من الايام اجى عنده واحد قال انا بدي اياك تجيب زوجتي من سوريا. هذا الشخص قال ماشي بدي منك 5000. الرجال قال ماشي واتفقوا واعطاه المصاري. فبعد كم يوم راح المهرب لعند زوجته قال تعالي معنا لحتى تروحي لعند زوجك تهريب. الزوجة راحت معه وصاروا يمشوا بالغابات لحتى يوصلوا على الموقع. بس كان الطريق طويل فالمهرب والمرأة تعرفوا على بعض. فالمهرب حب البنت وصار يعطيها ورود في الحدائق. بعد كم يوم هن بالغابات المهرب قال تتزوجيني؟ الامرأة قالت والله يا ريت. فلما وصلوا على دولة زوجها البنت راحت مع المهرب على بيته، وبعد فترة تزوجوا بعلاقة غير شرعية. فلما زوجها سمع بالموضوع راح بلغ أبوها قال بنتك هربت. فأبوها قال يا غبي في حدا ببعت بنته مع واحد غريب على الغابة حتى لو صار شنجل بنجل. في واحد بيشتغل في بنك، بيوم من الأيام قال لصديقه والله هي الحياة صعبة. صديقه قال ليش؟ قال نحن عم نعد المصاري من الصبح للمساء وما في عنا مصاري والله حرام. صديقه قال هاي المصاري مو لنا، شو نساوي يعني؟ هذا الشخص قال في عندي خطة حلوة، تعال نسرق البنك. صديقه قال شلون يعني؟ قال كل يوم تجي لهون سيارة فيها $100,000، وهي السيارة فيها شخصين، بنروح بنقتله وبناخذ السيارة وبنهرب. فصديقه قال يا سيدي ماشي أنا موافق. فبيوم تنفيذ العملية هو وصديقه أخذوا إجازة من الشغل وراحوا استنوا بنص الطريق لحتى يسرقوا المصاري. فلما اجت السيارة اشاروا لهم بايده لحتى يوقف. الشوفير عرفهم ووقف قال تفضلوا. طلع المسدس قالوا انزل من السيارة، بس ما كانوا بيعرفوا انه هدول مدربين هيك شغلات، فاخذوا منه المسدس وضربوا بوكس على راسه. حطوا ايدهم في الكلابشات وحكوا مع الشرطة. الشرطة قال يا غبي واحد بيسرق 1000-2000 مو سيارة مصاري، فحكموا عليهم 10 سنوات. في واحد عمره 60 سنة وعنده ولد وحيد، بس ابنه كان حرامي وكان في السجن. فالاب بعث رسالة لابنه قال يا ابني اتمنيت تكون جنبي هلا لحتى تساعدني بشغل الارض، لاني بدي ازرعها وما في حدا يساعدني. فبعد كم يوم ابنه شاف الرسالة وبعث له رسالة ثانية قال يا بابا انت لا تزرع الارض نهائيا لاني مخبي فيها اثار، لما اطلع من السجن بجي بساعدك. اعطى رسالة للشرطي لحتى يوديه لابوه. بس الشرطي فتح الرسالة وشاف الرسالة انه في بارضه اثار. حكى مع الشرطة وراحوا فرقوا المداهمة وحفروا الارض كلياتها. فلما ما شافوا شيء رجعوا على المخفر. بعد كم يوم الاب بعث رسالة ثانية لابوه قال يا بابا انا حسنت اساعدك بهي الطريقة بس ان شاء الله يكون عجبك.
فالأب قال نعم يا ابني، الحمد لله زرعنا الأرض وزرعناها بطاطا عادي. في واحد عنده محل حلويات، بس كل ما يشوف ولد حلو أو بنت حلوة يعطيهم حلويات مجانا. كان الأولاد يفرحوا كتير، كان يقول بس اشتهيتوا الحلويات تعالوا لعندي خذوه ببلاش. ولما بيوم التاني الأولاد يروحوا لعنده كان يخطفهم ويقتلهم. كان هو يوزع الحلويات لحتى يخطف الأولاد. بيوم من الأيام في ولد ذكي راح لعنده واخذ منه الحلويات، وخبر أمه قال ماما عمو أعطاني حلويات بلاش. أمه قالت مرة تانية لا تاخذ حلويات من حدا. فالولد قال ماشي ماما. بيوم اللي بعده راح مع عمه قال ماما بدي ياخذ حلويات. الأم قالت ماشي بس بدي أروح معك. الأم راحت معه قالت ابني روح أنت عم بستناك هون. الولد راح على المحل وما رجع. فالأم بلغت الشرطة، قال ابني فات لهون وما طلع. شافوه رابط الولد وبده يقتله. الشرطة قالوا أنقذتي ابنك بآخر لحظة، وكبشوا الرجل وحطوه بالسجن عادي. في واحد حرامي كان في السجن، لما كان بالسجن تعرف على حرامية وعلى نصابين مثله، واتفقوا إذا طلعوا من السجن رح يساووا شلة ويشتغلوا مع بعض. فبعد فترة كلياتهم طلعوا من السجن وعملوا فريق. فواحد بيناتهم قال شو بدنا نشتغل؟ هذا الشخص قال بدنا نخطف الأولاد اللي عم بيمشوا لحالهم في الشارع ونبيع أعضائهم. هذا الشخص قال ماشي. راحوا على الشارع شافوا ولد صغير عم بيمشي لحاله في الشارع، فكمشوه وقتلوه. بيوم التاني شافوا واحد رايح لحاله على الحديقة، فكمشوه وقتلوه. بس في ولد شاطر أخذ إذن أبوه قال بابا بدي ألعب برا شوي ممكن؟ الأب قال ماشي ابني العب برا بس لا تطول. لما كان الولد عم بيلعب برا اجوا الحرامية بدهم يخطفوه. الولد صرخ ونادى أبوه، فأبوه طلع بسرعة وعيط عليهم وبلغ الشرطة. فالشرطة كمشوهم وخلاهم يعترفوا بكل الجرائم. الشرطة قالوا برافو عليك ابنك شاطر ولازم كل الأولاد يكونوا شاطرين. في واحد عمره 25 سنة وكان في عندهم بنت عمه عمرها 18 سنة. بيوم من الأيام اجى واحد طلب إيد بنت عمه للزواج، فأبوها للبنت وافق قال هذا الشاب محترم. قرأوا الفاتحة وقالوا الأسبوع الجاي العرس إن شاء الله. بعد كم يوم ابن عمها سمع إنه بنت عمها انخطبت لواحد، فعصبوا كثير وراح لعند أبوه قال بابا شو أساوي ياخذوا بنت عمي. فالأب قال يا غبي ما كانت قدامها كنت تطلبها أنت أول. فالشاب عصبوا كثير وراح لعند رفقاته، فقال رفقاته شو أساوي ياخذوا مني بنت عمي. رفقاته قالوا روح لعندهم بيوم العرس واقتل العريس، وإذا سألوك ليش قتلته قل أنا حاجر على بنت عمي وهو خطبها. فالشاب قال ما حدا بزعل مني؟ رفقاته قالوا ما حدا بزعل منك انت هيك بتكون شهم وقبضاي. بيوم العرس الرجال راح لعنده وقتل العريس. لما الشرطة كمشوه قال ليه سويت هيك؟ قال هذا اخذ بنت عمي انا شهم وقبضاي. فالشرطة قالوا لا انت جحش وغبي اعدموه عاد. في واحد عم بمشي بالشارع شاف بنت حلوة، قال احسن شيء افتح معاها علاقة. راح لعندها قال يا حلو ممكن نتعرف؟ البنت قالت لا مثل العادة يعني. فالشاب قال ماشي. يوم التاني راح جاب أصدقائه وخطفوا البنت من قدام البيت واخذوها على الحديقة وعملوا معها شينجلبينجو وضربوها. بيوم التاني رجعوها على البيت، فالبنت بلغت الشرطة وحطوه بالسجن. بس الشاب كان عنده واسطات وعمل واسطة ودفع مصاري للبنت واقتقوا سراحه. بعد فترة شاف بنت تانية وكمان عمل معاها شينجلبينجو، ولما حطوه بالسجن عطاه المصاري تعويض وطالعوا من السجن. فبعد ما طلع من السجن القاضي قال الحق مو على هذا الشاب. المحامي قال الحق على مين ليش؟ قال الحق على هدول البنات اللي باعوا شرفهم مشان المصاري، حدا بتنازل عن شرفه مشان المصاري؟ فبعد فترة الشاب عمل جريمة تانية ودفع مصاري وطلع. متعودة لما أخوك الصغير يكون أذكى منك ويصير أستاذك. لك والله هذا السؤال كتير صعب. بابا شو مكتوب هون علمني. ماشي ابني اعطيني دفترك. اتفضل بابا. 2 زائد 2 يساوي قديش يساوي يا ابني؟ بابا يساوي 5. ايه يا ابني مو 5 الله بسأل اخوك الكبير هذاك اذكى منك بيعرف. ايه بابا لا الشغلات سهلة كتير ما بجاوب عليها. ماشي يا ابني بدي اسألك سؤال. 3 زائد 3 3 زائد 3 8. شو 8؟ 9 يساوي 9. لك 9 يا غبي 9. بابا 15. لك شو هو حزرها يا كلب ما بتعرف؟ بابا أنا بعرف 3 زائد 3 يساوي 6. برافو عليك يا ابني من اليوم ورايح كل يوم اتعلم أخوك الكبير. ماشي بابا. 2 زائد 2 يساوي 4 يساوي 4. 3 زائد 3 يساوي 9 يساوي 9 عادي